ناس بعتين لي جواب عن بلد من بلاد الصعيد، وبيقولوا مبدأ من حق الشعب أن يختار رأيه. في الحقيقة عايز أقول لكم إن الشعب من حقه أن يختار، ولكن ليس من حقه أن يفرض شخصا معينا بغير رضاء الأسقف. يعني هو اتفاق بين الاثنين، الأسقف يكون راضي والشعب يكون راضي. لكن افرض ان الشعب طلب رسالة شخص الأسقف غير مرتاح إليه إطلاقا وما يقدرش يضع عليه اليد، دي ضد ضميره. فلا بد زي ما من حق الشعب أن يختار، من حق الأسقف أن يوافق أيضا، فتكون موافقة مشتركة، ما فيش واحد يفرض على التاني. ده الكلام في قانون الكنيسة. لأن افرض أنه كنت طلبت شخص الأسقف مش راضي عنه، أولا إزاي يرسمه، ثانيا بعد ما يرسمه هيتعامل معاه إزاي وهو متضايق منه من قبل أن يكون. هنخش بقى في لعبة القط والفار، مش معقول الكلام ده. ايه يا ولد ده، نزل يا ابني اليافطة دي. ايه دول بتوع ايه دول؟ ما عجبهمش الإجابة بتاعتي. حاجة سن اتفضل. دلوقتي بقينا اي بلد من البلاد يحصل فيها تعب تجي لنا هنا في البطرخانة تعمل لنا هيصة. طريقة حل المشاكل ما تكونش كده، بالعكس اللي بيعملوا شوشرة في الكنيسة انا باخد فكرة سيئة عنهم وما اقدرش احل مشاكلهم بالاسلوب ده. وان كان البعض له مشكلة مع اسقفه ويجي هنا يعمل هيصة او يعملوا كده، يوم ما بيعملوا مع اسقفهم ايه يبقى الاسقف ليه حق. نهايته ناس بيقولوا نشكر قداستكم على صيامة أولادنا رهبان بدير الأنبا أنطونيوس في كاليفورنيا. مبروك عليكم.